اسماعيل في الاغنيه الوطنيه هنكتشف حاجه غريبه جدا، انه كان زي ما قالوا الساده الافاضل، لا انا هقول اكتر من كده، انا الحمد لله كان معايا تقريبا حوالي اكتر من 120 شخصيه اتكلموا في البرنامج بتاعي. البرنامج بتاعي لما عملته قعدت اشتغل عليه اكتر من 15 سنه، وقدمته في 89. طبعا مش هو لوحده، اشتغلت على مجموعه اخرى من الفنانين العظام منهم الاستاذ علي اسماعيل. هرجع اقول تاني انه الفنان المصري، بعض الفنانين المصريين بيرتقي بفنه الى مرتبه العالم. العالم في فنه، يعني بيبقى صنايعي في فنه، يقدر يخلق ويمزج صناعته ويعمل منها ابجديات جديده. وده اللي حصل مع المجموعه اللي انا اشتغلت عليها في وقائعي المصريه، منهم الاستاذ علي اسماعيل، وهي يمكن حققت اكبر قدر ممكن من من المشاهده، لان الحلقات كانت 16 حلقه، اتذاع منهم 11 وفي 5 ما اتذاعوش للاسف لغايه النهارده ما اتذاعوش، والخمسه اللي ما اتذاعوش هم اهم اعماله اللي كانت من سنه 69 لغايه 74، اللي فيها الارض وشافيه القبطيه و معلش انا رخم. لا اتفضل. هتعرض المجموعه الادباء والعلماء والمثقفين